الكل طالب رايح على السادس. الكل هسه يمر بضغوطات انه اني سادس، السادس ضيم قهر صعب وصعب اجيب معدل. وفوق كل هذا يجوك القرايب والاهل ويقولوا لك انت لازم تطلع طبيه وانت اصلا رايد علوم حاسبات او قسم اخر، بغض النظر عن اللي رايد طبيه. بهالفتره الناس كلها تجي تسالك انت رحت للسادس؟ سودا علي، شد حيلك، اقرا زين، ترى صعب لا تتهاون عليه. زين تعالوا نحكي بأمر يتعلق بيكم وبإرادتكم. كل اللي ذكرناه فوق ما عليك بيه. خلينا نبلش من الصفر. أنت طالب، حالك حال أي مرحلة دراسية مرت عليك. إذا ما تهتمل كلام أحد، إذا تمشي ورا الاختصاص اللي أنت رايده وتحبه. خلينا نقارن بين طالب سلبي وطالب إيجابي. الطالب السلبي دائما يسد كل شيء بوجهه ويعم على أصدقائه وكل شيء مصعب، ودائما يقول ما عندي حظ، ويدرس 10 ساعات باليوم ودون تركيز، ويخاف وقلق ومتوتر وكل شيء ينشر على الفيس أني سادس ويبكي. وبالنهاية هذا لا راح يجيب معدل ولا راح ينجح من وراء كلام السلبي اللي وجهه لنفسه. خلينا نجي الطالب إيجابي، ماخذ الأمور بهداوة، يدرس ويطلع ويشتغل ويمارس هواياته ودائما متكل على الله، ويسعى ويتعب ويقول راح أنجح وأحقق حلمي، والباقي على الله. وحاط بباله لازم يطلع الاختصاص اللي يريده وما عظم الأمور، لأنه هو أكبر من كل شيء. وبالنهاية هالطالب راح ينجح ويتفوق بحياته إن كانت بالدراسة أو غير الدراسة، لأنه الإنسان إيجابي. الكلمات لها تأثير ودور كبير بحياتنا. اثق بقدراتك وشجاعتك واجتهادك، وخلي إيمانك قوي لتحقيق الأحلام. معظم الناس تتجنب الألم والتحديات، بس حياتنا عبارة عن تحديات ولازم نفوز بكل تحدي. أمك وأبوك وأخوانك والناس اللي تحبك ترى كلهم دي ينتظرون نجاحك مو بس بالدراسة، نجاحك بالحياة. قدم كل ما تملكه ولا تستسلم أبد. دراستك ونجاحك شيء عظيم تقدمه لبلدك.